قدرت اتوصل لمكان في الشقه زئبقي، بحيث ان انا ازنق الموبايل في حته مقفوله عشان اعرف اتكلم. يعني الحقيقه موضوع النهارده مستفز جدا. هو يعني مستفز بالنسبه لي انا قوي. يعني هو الشات عندنا في مصر، الشات عندنا يعني تعالى كده بص في اي شات بينك وبين اي حد لازم تلاقي فيه سنه هبل او هبل كتير. يعني مثلا البنات في الشات، صدق حلو على نفس الوزن. البنات في الشات عندنا بتنقسم لعدة أنواع. تيجي الأول نوع، دي البنت الكئيبة اللي تقعد تحكي لك دايما على حبيبها، فتلاقيها داخلة عليك كده بتقول لك أنا حبيبي بيهيني قوي وبيضربني وبيشتمني وبيمنع عني اداني شوكولاتة. تخيل انت يرضيك تمنع عني اداني شوكولاتة؟ فتقول لها لا والله ما يرضينيش. طب ما في حل بسيط، ما تسيبيه يعني عادي. تقول لك أصلي بحبه. طب ما يكش تولعوا انتوا الاتنين، انا مالي، انت يا تصدقين ليه؟ ما تولعوا. تخلص من دي تيجي النوع التاني، وده اللي دايما بيخش يحسسك بعجزك. تلاقيها داخله عليك كده بتقولك هاي ازيك عامل ايه؟ الحمد لله كويس. فتقولك انت عارف ان انا عندي كل يوم بنزل مع واحد صاحبي غني قوي بجد، عنده عربيه وفيلا وزبادي عسل واطيان وشجر مانجا وموز وبيجيب لي كل حاجه. يعني كل يوم ينزل يجيب لي حاجه. قلت لها ست ربنا يسعدكم يعني. فتقولك عارف، لا مش عارف مش عايزه اعرف، انت عايز تخلص بس هي ما بتدكش فرصه، فتلاقيها بتكمل لوحدها. فتقول لك عارف امبارح كنا في مول، فنزلت كده في بلوزه عجبتني كان عليها سيل جابها لي. قال لها طب الحمد لله يعني الحمد لله. بكام بقى البلوزه دي عشان اجيبها لصاحبتي يعني؟ فتقول لك ب 2200 جنيه بس لقطه. 2200 جنيه بلوزه ب 2200 جنيه؟ دي ايه دي بلوزه يعني بتطلع بني ادم؟ يعني بتلبسي البلوزه تطلع لك بني ادم دي ولا ايه؟ حرام مش كده. تخلص من النوع ده تيجي بقى البنات اللي هي على طول عايزه ترتبط. دي تخش لك في الشات تقول لك انا نفسي في واحد يكون ابن حلال وابن ناس وطيب وجدع وحنين وراجل وشهم وما يغيرش عليا قوي. بس كده مش هيبقى راجل، لا يغير عليا بس يعني مش قوي. او ولا اقول لك ما يغيرش ولا اقول لك لا هو يغير بس ما يغيرش بقفش ملصت عكس. انت مجنونه ولا ايه؟ هتجننيني معاكي. مش عايزه بطاطس مع الاوردر، ما اصل مفيش شاب كده، ما ده شاب تفصيل، ده تفصليه عند الترزي حضرتك. تخلص من كل الانواع الجميله دي تيجي للنوع العظيم، البنات الاوفر في الشات. نيجي دي تكلمها فتبعت لها عادي يعني ايموشن قلب، ايموشن كيس، يا كل نية صافيه. تقول لك ايه ده؟ انت بتحبني؟ انت بجد بتحبني؟ على فكره انا كنت مصدقه، انا كنت على فكره متوقعه بس انت بتخبي يا لئيم. دي هبله. ودي اوعى تبعت لها ايموشن كيس او بوسه، لان هي اول ما تبعت لها ايموشن كيس هتلاقيها عملت كده. ايه بتتخرج بيا؟ تتخرج بيا في الشات؟ انت مش عارف ان ده عقوبته 3 سنين سجن مع صاحب الاكونت؟ دي هبله. ودي غالبا بتتجوز يعني واحد اهبل زيها. وده برضو الشاب الاوفر في الشات، اللي هو بنت تبعت له قلب مثلا او تبعت له اي ايموشن يعني عاطفي عادي، يعني بكل ده ايموشن بكل نية صافية. لا على فكرة انا كنت عارف ان انت بتحبيني، بس انت ليه بتخبي عليا؟ ما هو انا كمان بحبك. ده يعني مجانين الاتنين دول غالبا. تيجي بقى للولاد. الولاد بتنقسم نوعين، ولد بيكلم بنت وولد بيكلم ولد. نمسك اول حاجة الولد اللي بيكلم بنت، وده غالبا بيبقى عنده حالة محن او افراز محن غير طبيعي، اللي هو يخش يكلمها مثلا فيقول لها هاي على فكرة البروفايل بيكتشر بتاعتك حلوة جدا، عينيكي رقيقة قوي. او انت اتكلمت مع عينيها يعني انت عرفت منين ان عينيها رقيقة؟ ويقول لها على فكرة البادي الكريمة اللي تحت الشميز اللي تحت الجاكيت هايل عليك. انت جبته ازاي ده؟ قدرت توصل له بعينك ازاي؟ يعني بجد. ويقول لها ايه؟ انا في حاجة بتشدني فيكي، في حاجة عمالة بتشدني ليكي. اما يمكن مغناطيس يعني مش شرط حب، ما هو عادي. تيجي بقى للولد اللي بيكلم ولد. يعني انا في ولد بتكلمني تقولي هاي ممكن نتعرف؟ انا بكره الكلمة دي اقسم بالله اكتر من احمد موسى. يعني طب ما تخش تتكلم عادي يا معلم، احنا رجالة زي بعض يعني. ده نوع عادي. ده في نوع بقى، في مرة واحد كلمني بيقول لي هاي ممكن نتعرف؟ انا
حسين محمد 24 ساعة 24 سنة مش ساعة، 24 سنة شغال في شركة بترول ومرتبي 1200 جنيه في الشهر أو 3000 جنيه يعني في الشهر عادي. أنت قاعد تتقدم لي يعني؟ ما تيجي تتقدم لي يلا.